حاج احنا جايين نطلب ايد بنتك. والله يا ابني واحنا بنشتري راجل، واحنا بصراحه سالنا عليكم انتوا ناس محترمين والله، وما هنقول لك احنا عايزين كذا ولا عايزين كذا ولا عايزين كذا، بس هو من باب حفظ الحقوق. انت شغال ايه؟ والله يا حاج انا يعني ماليش شغلانه ثابته بس الحمد لله يعني مرزقه. لا يا حبيبي احنا عايزين واحد موظف، ولما تموت انت ولا بنت كذا ولا يحصل لك كذا تصرف منين؟ ما كان من شويه بتشتري راجل، فاهم انت ازاي؟ نسيت ان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وان الذي يفتح الابواب هو الله. او من ناحيه ثانيه طب بص يا حاج، انا بقول لك على فكره على حاجات منها حاجات وصلتني. يعني انا اعرف جوازه ما تمتش، الاب عايز 3 اوض وصاله ومطبخ وحمام، وهو ما عندوش غير اوضتين وصاله ومطبخ وحمام. الاوضه الثالثه كانت سبب ان فلان ما يتجوزش فلانه. اولا ايه هو وجه الاستفاده على الزوج والزوجه العريس والعروسه من موضوع المغالاه ده؟